امتى ما العبش السكوات؟ ما العبش سكوات لو انا عندي مشكله في ركبتي، ما العبش سكوات لو انا عندي مشكله في ظهري السفلي. الحاجات الكتير قوي والجدال الكتير قوي اللي بنسمعه في السكوات، لا انت بتنزل غلط، لا انت مش نازل عدل، لا اقفل رجلك، افتح رجلك. يا جماعه التشريح بتاع جسمنا مش زي بعضه، مفيش حد فينا تشريح جسمه زي التاني، مفيش حد فينا مفصل فخده او مفصل انكر رجله زي التاني، ودول المفصلين اللي بيحددوا نزلتك للسكوات عامله ازاي. انا ممكن اكون قادر ابقى فارد مشط رجلي لقدام وانزل سكوات على الاخر، واحد تاني ما يقدرش، مستحيل، هتلاقيه نازل نص نازله فيبتدي يفتح رجله سنه. ده صح وده صح، لان تشريحك مش زي تشريحه. لو انت عندك مشكله في الموبيليتي بتاعت انكر رجلك هتعجزك كتير قوي ان انت تنزل سكوات نازله صح، ودايما هتبقى محتاج تحط حاجه تحت كعب رجلك عشان تقدر تنزل، ولكن انت تقدر تشتغل على الموبيليتي بتاعت انكر رجلك وبتاعت مفصل الفخذ. ولكن هو مفهوش صح وغلط، ابتدي العبه طالما ما عندكش مشكله في ركبك او في ظهرك. العب سكوات، العب بالطريقه اللي تريحك، العب بالطريقه اللي ما تجيبلكش الم في ركبتك، سواء تنزل نص نازله او هتعرف تنزل ديب سكوات للاخر. وهو ليه اكتر من شكل، ابتدي يغير في اشكاله، ابتدي يشيل في اوزان، حركه ممتازه ومهم جدا ان انت تعملها طالما مش هتجيب لك الم في ركبتك.